السلام عليكم خوتي وخواتاتي، تحياتي لكم ومرحبا بكم، ونتمنى ان هذا الكونسيبت هذا ينال الاعجاب ديالكم. كونسيبت ديال القصص الواقعيه واللي وقعات مع ناس وما بغيتهاش توقع لكم حتى نتوما وتاخذوا العبره منها. المهم نبداو القصه ديالنا على بركه الله وبلا مقدمات. انا واحد الانسانه اللي السميه ديالي نوره. المهم الاخوان ما نعطيش الاسماء الصحيحه كيف ما عارفين. انا واحد الانسانه اللي زهوانيه وراكم عارفين، كنبغي يعني نخرج صار مع راسي النشاط، ولكن من هادشي كامل انا قرايه وكنقرا ديال بصح. ولكن هادشي اللي غيوقع معايا شي حاجه اللي ما تبغيهاش لعدوك صراحه، وكنت غنشد فيها في الحبس اي الاخوان، وماشي الحبس ديال هنايا ديال المغرب، وانما الحبس ديال هولندا. اي الوالد ديالي يعني كان خدام في الطب وكيبغيني نقرا ديال بصح، وكيصرف عليا فلوس صحيحه غير باش نقرا وباش نوصل داكشي اللي باغيني نوصل ليه بطبيعه الحال. والوالده ديالي هو كذلك. المهم العائله ديالي كيقاسيو معايا ديال بصح. المهم الوالد عيا معايا ديما كينصح فيا، ولكن انا اللي في راسي اش غنقول لكم، انا من داك النوع، نقدر نقول لكم من داك النوع الزهواني ديال بصح. يعني عياو ما يهضروا معايا والديا، ولكن اللي في راسي. المهم الوالدين ديالي عياو معايا بهذا المعنى هذا، لدرجه انهم ما بقاوش مسوقين ليا، يعني بحال كيقولوا لي ديري اللي بغيتي، هربح حيوط ودخلي فاش ما بغيتي. المهم الاخوان ما نخرجوا على نطاق القصه. المهم الوالد بقى كيشوف حتى كيعيا. المهم انا خديت يعني الباك ديالي بنقطه اللي عاليه. المشكل واخا يتشرميلوا هاد اللعيبات هادو، ولكن اش غنقول لكم، اختكم حرافه ديال بصح. المهم الوالد ديالي خدام في الطب وقرر انه يصيفطني لهولندا. ايا الاخوان نتوما راكم عارفين تفكير الوالدين واللعيبات وكذا. قال انه الا صيفطني لهولندا غادي نشوف تمايا ناس جداد، ونتاقلم مع بيئه جديده وعقليه جديده وامور جديده، وربما انني نبعد على التخربيق هذا اللي كنديرو في المغرب، وهذا الزهو والنشاط وسير مع الدراري وراكم عارفين. واي بنت، نصيحه لكم البنات، اي بنت عندها زهوانيه في دماغها وعندها مع الدراري بزاف، تخرج مع هذا وتطير مع هذا، كونوا على يقين انك غادي تجيبها في راسك 100%. يعني راه ما فيهاش النقاش، تعيا ما طيري غتجيبها في راسك، تجيبها في راسك. المهم الاخوان بطبيعه الحال الوالد ديالي صيفطني لهولندا. المهم قاد لي الامور ديالي، كرا ليا. المهم الوالد ميسر عليا، يعني عنده فلوس صحيحه تبارك الله. يعني من هذه الناحيه هذه ما تخمخامش اختكم، يعني ما ضربه بلانات، يعني كل شيء واجد ناضي. كرا ليا في هولندا، صيفط لي الامانه. المهم اللعيبات فلوس وكذا اللي خصوني، ولكن الاشكاليه يعني راكم عارفين الغربه وحدك هذه ضروري كيخصك شي ونيس اللي يعني تهضر معاه وتجيب معاه في الهضره وتدي معاه في الهضره. وهذا الشيء اللي وقع، كنتعرف على واحد البنت تركيه. المهم تعرفنا، بغينا كنديو نجيبو في الهضره. المهم اختكم راكم عارفين قاريه. المهم ديبانيت راسي، راكم عارفين اختكم راه لونجلي والفرنسي واللعيبات. ديبانيت راسي هضرت معاها. المهم رجعت الصديقه ديالي المقربه، يعني هي ساكنه ايضا ساكنه بوحدها وانا ساكنه بوحدي. قررت علاش لا ما نجيوش نسكنوا في دار وحده بطبيعه الحال ونقللوا المصروف ديالنا. هذا الشيء اللي وقع، جات للدار عندنا، ولكن انايا ما قالت للوالد ديالي انني يعني جبت معايا بنت تسكن معايا. علاش؟ باش ما يقلليش في المصروف. ولكن هاد النوع ديال البنات تعالى دير اتونسيون منهم، ووالديها ما رحماتهمش. المهم جات سكنت معايا. واختكم كتمشي غير لبلايص الكلاس. مشينا لواحد القهيوه، يعني كنا كنريحو في واحد الريستورانتي، ريحنا فيه تمايا اللعيبات وكذا والناس كلاس. ولكن اختكم اش غنقول لكم، عندنا كنرشطحو شويه، راكم عارفين الريستورانتي وكذا ماشي بحال لي ديسكوتيك، شي داخل في شي هذا باغي يشطح مع هادي وهذا باغي يقيس هادي واللعيبات. لا لا لا، هادشي ما كانش تمايا، كلشي باين. المهم بدينا كنشطحو شويه، واحد خونا هو يلصق فيا، راكم عارفين، جا بدا كيشطح معايا. واختكم مع شفت الستيل واللبيسه والكرافاطه وداك الشيء ما نعاودش ليكم، طحت لعمه في الظلمه. المهم حتى انايا جاتني من الجنه والناس
بقيت كنشطح معاه، دينا في الهضره، جا يهضر معايا هولنديه، اختكم زرقاء في الهولنديه ما كتعرف والو. المهم قلت له انايا مغربيه. السلام عليكم خونا، كيهضر واحد شويه. المهم راكم عارفين فيه الدم د المغرب، ولكني مع كبر في هولندا، نتوما راكم عارفين اللعيبات وكذا. المهم دينا في الهضره وجبنا في الهضره. المهم مشى داك كيما نقولوا داك السيركوي بيناتنا، بقينا بحال هكاك. المهم تقهوينا اللعيبات، انا مشيت لدارنا وهو مشى لدارو. ولكن المشكل في هادشي كامل اني ما خديت النمره، ما خدا النمره، ولكني اختكم طاحت صافي. جيت في النهار الاخر على ودو، وداكشي اللي وقع حتى هو جا لقى كيتسناني. نتوما راكم عارفين فوا كيدوز السيركوي بين الدري والبنت، صافي ما كانش اللعب. المهم جينا عرض عليا، مشينا الريستورانت ديال الناس الهاي كلاس اللعيبات. السيد عنده طوموبيل كي دايره، خوتي انا ما عرفتش نقول لك السميه ديال الطوموبيل، خوكم راه زرق في الطوموبيلات، فهمتوا. المهم هادشي اللي كاين، ركبت معاه مشينا داز داك السيركوي، خدينا النيميرو ديال الواتساب بيناتنا، هادشي اللي وقع. المهم داز داك السيركوي عاوتاني النهار الاخر. المهم عرض عليا باش نمشي نتقهوى انا وياه والصديقه ديالي، وبطبيعه الحال مشينا باش نتقهوى في واحد الريستورانت كيف ما عارفين ديال الهاي كلاس. ولكن كان جايب معاه الدراري صحابو، وواحد من هادوك الدراري كان كيتبسل على الصديقه ديالي هذيك التركيه وما بغاش يحيد عليها، وهو يهضر مع شي واحد بالهولنديه، ما عرفت شنو قال لي، ولكن من ناحيه الرياكسيون ديالو يعني بحال قال لي شي هضره ما عجباتوش، وهي تشبك اعطيني نعطيك اعطيني نعطيك. المهم القضيه شبكات، وهما يهزوا راسهم وخرجوا من تما باش ما يجيوش البوليس. المهم قالت له شنو نديرو ما نديرو، يلا نكملوا الصرا عندك في الدار. بطبيعه الحال مشاو للدار، وراكم عارفه داك الشيء، راكم تما كملوا بعقلكم. المهم ولكن جاو البوليس وما يشوفوا عندنا الكوكا. يا الاخوان كملوا مع عقلكم، ما يمكنش نقول هاد لي سوجي، ربما الفيديو تكون شي لعيبه راكم عارفين. جاو البوليس وقلبوا، وانا كيجمد لي الماء في الركابي. قلت صافي قفرتها وانا ما فاهمه والو. السيد خونا خدام في داكشي اللي على بالكم، خدام مكانها في البيض والفرينه والطحين وما كانش اللعب. المهم جاو البوليس هزونا وكذا، وانا نصوني الوالد تم قلت له الوالد انا شنو واقع لاش. الوالد مسكين برد ليه الماء في الركابي، بقى مخلوع عليا. شت ليا محامي تما، المحامي قال لا شنو تقولي حيت هما كيكونوا عارفين بطبيعه الحال القانون. قال لا ما تقوليش بانك عارفه بان عنده اللعيبات، قولي انا ما عارفه والو. وداكشي اللي وقع هبطونا الجيو بحال ديال المغرب راكم عارفين، باش نتكلاصاو شويه. ولكن داكشي اللي شفتو تمايا عمرني ما شفتو في حياتي. ومن هذا المنبر الاخوان كتنتهي القصه، الحمد لله دازت بخير وعلى خير، وردوني للمغرب بطبيعه الحال. ولكن رجعت نادمه ديال بصح، وتحسرت بزاف حيت الوالدين ديالي بغاوين يقرا، ولكن انا شوف الطريق اللي تبعت لي. هذا كنعطيكم واحد النصيحه البنات، ما تبقاوش تبعوا الطريق ديال الزهو، راه دائما غتخرجكم في شي بلاصه اللي ما كتعرفوهاش منين تجيكم. وتحياتي لكم، وديروا واحد اللايك الا وصلتي حتى لهنايا، ديروا واحد الكومونتير وبيس ليكم، وعطينا الاراء ديالكم في هذه القصه كيف جاتكم.